عارفة ان انا جاية متأخر جدا اتكلم عن زينة رمضان وارد على الاسئلة اللي سألتوها لي في الجروب. هقول لكم على اسعار الحاجات اللي انا جبتها السنة دي وايه الحاجات اللي انا بطلت اجيبها كنت بجيبها السنة اللي فاتت. بس لو انتي اول مرة تشوفي فيديو ليا اهلا بيكي في كوكب الفتيات، عايزة قلب تحت الفيديو علشان بحبه، كمان تابعي قناة اليوتيوب هتلاقي اللينك موجود تحت صورة البروفايل. اول حاجة انا جبتها هي الشمعة دي وكان سعرها 15 جنيه، هي بتشتغل بالحجارة تقريبا وفيها زرار كده بتضغطي عليها ينور وتضغطي يطفي وهكذا. وبما اني جبت الشمعة قبل ما اجيب الفانوس فطبعا طلعت الشمعة مش مقاس الفانوس خالص، طلع مقاسها طويل. بس الفانوس محتاج شمعة تكون من الصغيرة اللي هي ب7.5، اقصر منها كده شوية. حاولت ان انا ادخلها في الفانوس بصراحة بس منفعش، فميلتها كده وخلاص بحيث ان هي تدي اضاءة، فبقت اضاءة من غير شكل. بس هي بتدي نور حلو كده بصراحة، بيبقى شكل الموضوع شيك. بطلت بقى اشتري فوانيس خشب او ازين البيت بفوانيس خشب لان الخشب بيتكسر بسرعة، العمر الافتراضي قصير جدا، وكمان شكل المعدن بيبقى اشيك. بصوا بقى بالنسبة للمفرش ده فهو قماش بيتقطع من اي محل بتاع اقمشة غير اللي بيتباع اونلاين. اللي بيتباع اونلاين انا معرفش خامته، بس اللي جابوه اونلاين يا ريت يقولوا لنا الخامة كويسة ولا لا. بتقولي له يقطعلك بالمقاس اللي يناسبك. المتر من القماش ده ب150 جنيه. لو هتجيبي للسفرة بتاعتك فهتجيبي طبعا مقاس كبير، مش هتجيبي صغير زي اللي انا جايباه ده. بس علشان انا عارفة ان انا فرشة الفرو وعايزة بس اطعم بيه فانا جبت نص متر بس. وخلي بالك النص متر هي الحتة اللي انا ماسكاها، العرض بيبقى نص متر، الطول كده كده بيبقى مقاسه ثابت عند الراجل اللي هي اللفة نفسها. ده كان سعره 150 جنيه، وبصراحة خامته قوية جدا عن اللي كان موجود اللي كان سعره 130 جنيه. موجود ب130 ولونه ابيض. بس كان في حتة مطة كده فتحسي ان الخامة بتاعته مش حلوة، لكن ده ما بيمطش معاكي خالص والخامة بتاعته متينة فعلا. بالنسبة للكوشن دول فالواحد كان ب60 جنيه، والظهر كتان وبسوستة بتحشيه فايبر طبعا من عندك. بس القماشة بتاعته اللي هي اللي قدام اللي منقوش عليها الطباعة الذهبي دي مش زي القماشة بتاعة المفرش. القماشة دي ضعيفة شوية وشفافة كمان، والطباعة بتاعته ضعيفة، تحس ان الطباعة لو هي غسلتيها مثلا هتقشر منك، وكمان فيها مطة بسيطة كده. هنحاول نحافظ عليه على قد ما نقدر عشان ما يتوسخش ونضطر نحطه في الغسالة مثلا فيقشر بقى كل الدهب اللي عليه ده. رمضان اللي فات انا كنت بجيب الكوشن نفس القماش اللي هو الخيامي اللي هو الاحمر، فكان بصراحة بيعمل بهرجة شوية في الصالة. حتى مفرش ترابيزة الانتريه ومفرش ترابيزة السفرة كنت جايباهم اللي هم الاحمر في الازرق، وبالدبل فيس لزقت النجوم المنورة دي حوالين الشاشة بدل ما اعلق الحبل. السنة اللي فاتت كنت معلقة احبال النور اللي هي الاحمر والاخضر والاصفر وكانت بتنور وتطفي، فكان الموضوع قلب معايا حنة شيماء خالص. وما كنتش على فكرة بعد الفطار ان انا مثلا بنورهم واستخدمهم وكده، لا، الموضوع كان بيعمل تعب في الاعصاب، بيعمل هيجان اعصاب كده وتوتر، فما كنتش بستخدمه، كنت معلقاه وخلاص. فالسنه دي قلت النور الهادي الاصفر ده هيبقى لطيف، حتى لو طفيتي نور الصاله كله مثلا وحطيتي الفيشه بتاعه النجوم البسيطه دي هتبقى عاطيه اضاءه ليد حلوه يعني، لكنها مش من اساسيات رمضان. كفايه ان بيتك يبقى نظيف، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.